هذا اضبط سحور ممكن تجربوه بحياتكم، الدبس والتمن ماشي. سحور اليوم يم اقدم مطعم موجود بالمدينه من التسعينات، وتخيلوا الطعم شنو؟ اطيب اكله مشتهرين بيها التمن ماشي وتشيل فراي، وهاي المخلمه مالتنا وهاي الكبه مالتنا عراقي 100%. الشوربه تجي ضيافه هي والسوق والصمون. هسه صب لك التمن ماشي، وهذا الدبس شرط كربي. وهسه جهز السحور مالتنا. يلا تفضلوا. احنا تقريبا 4 اشخاص ونزلنا هاي السفره من مطعم الرياضي، بس انا اجيت مخصوص على هاي الاكله اللي هي الدبس والتمن ماشي. نقول بسم الله. رهيبه. هذا المطعم يطبخ هاي الاكله فقط برمضان وبالسحور فقط. ليش يسوون هذا التمن ماشي ولبن فقط بالسحور؟ شكلها خفيفه وعليها اقبال، يعني برمضان كلش هواي. الامام علي عليه السلام اشتهاها بيوم الجرح واعتمدناها على هذا الشيء. سنجي للبن نخليه على الدبس والتمن ماشي. طبعا هذا ميكس فول رهيب. المطعم بسيط واكله كلش نظيف، وبالاضافه الى هذا مناسب، يعني اي طبق عنده هنا ب3.5 فقط. وملاحظه بسيطه، اذا تردون تجون لهذا المطعم ما راح تقدرون تجون بسياره، لازم تذبوها بمسافه يلا تجون، لو تجون بدراجه، لان هنا بسبب الحفريات مال امانه بغداد. سحورنا اليوم كان يم مطعم الرياضي اللي صاير بالمدينه بنهايه شارع الداخلي.